دكتور هشام العلوي الإسماعيلي، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم كرسيف. اليوم يتم تخليد اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل كل سنة هنا بمركز تصفية الدم التابع للمستشفى الإقليمي بكرسيف. ننظم هذا اليوم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في هذا الصدد لابد باش نتمنوا تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى إقليم كرسيف، ولازم باش ننوهوا بالتدخلات، يعني بالإضافة ديال التدخلات المبادرة للأشخاص في وضعيات هشاشة، يعني العناية والاهتمام ديال المبادرة بمرضى القصور الكلوي. هناك تدخلات ديال المبادرة تعتبرها شريك أساسي في قطاع الصحة في الإقليم فيما يخص تحسين شراء صحة الأم والطفل، وذلك من خلال تم اقتناء معدات طبية لفائدة المراكز الصحية القروية بالإقليم. كذلك تم تنظيم حملات تحسيسية وقوافل طبية لفائدة العالم القروي فيما يخص كذلك صحة وتغذية الأم والطفل. كذلك ساهمت المبادرة في اقتناء وحدة طبية متنقلة بنفس فئتين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.